ما هي الحكاية الحزينة وراء إقفال الحب؟ وتعود الفكرة إقفال الحب إلى أكثر من 100 سنة وترتبط بحكاية حب حزينة نشأت بين معلمة في إحدى مدارس صربيا اسمها ندى وموظف من نفس المدينة اسمه ريليا، وقد تعاهدا الحبيبان على الارتباط مدى الحياة. وكان لقاؤهما المعتاد على جسر موست لوبافي في المدينة ومعناه جسر الحب، إلا أن الحرب العالمية الأولى قرعت طبولها واضطر الحبيب للسفر إلى اليونان من أجل المشاركة في الحرب هناك. وبعد فترة من الزمن يشاء القدر أن يقع الرجل في حب امرأة يونانية وينسى حبيبته القديمة، ولكن ندى لم تنسى حبيبها ولم تشف من حبه، وماتت بعد فترة وجيزة بالحسرة والحزن على حظها السيء. وقد كانت هذه الحكاية ناقوس خطر نبه النساء المدينة ودفعهن إلى حماية أنفسهم من غدر الحبيب. وبدأنا بكتابة أسمائهن وأسماء من يحبون على أقفال حديدية وتثبيتها على نفس الجسر الذي كان تلتقي عليه ندى بحبيبها الخائن، ومن هناك جاءت فكرة إقفال الحب. وبالرغم أن باريس قد رفعت أقفال الحب مثلها فعلت نيويورك، إلا أن أمام العشاق ما زال ثمة خيارات أخرى في مدن أبقت على الأقفال، ومنها في الجسر الرئيسي على نهر راين في مدينة كولون في ألمانيا، وقد بدأت ظهورها في عام 2009. وفي كوريا الجنوبية سمت أشجار صناعية لتثبيت أقفال الحب وتقع في برج سيول، وسمت أشجار صناعية أيضا في مدينة موسكو. وفي الصين تحولت الأسيجة المحيطة بجبل هوانغ هو إلى مكان لتثبيت الأقفال ورمي المفاتيح في الوادي. وفي جسر الحب في مدينة بانجا في صربيا، وهو واحد من 15 جسرا مفتوحا لإقفال العشاق. وفي جسر المشاة في مالا ستارانا في جمهورية التشيك، وجسر ميليفو في روما، وجسر بوتشير بريدج في سلوفينيا، وقد ظهرت على أسيجته الأقفال في عام 2010.